الكبار في الفترة المقبلة عندما انتصر عليه ب3 مقابل هدف. الكرة منقولة الآن طويلة بالراس، يا سلام يا سلام، سفيان يسجل أولا. الإمبراطور يحتفل بهذه الطريقة، يكرم الزعيم بهذه الكيفية. سفيان بوفتيني يسجل أول الأهداف. الإمبراطور شعار واحد في كل المباريات، حتى وإن تمكن من حسم بطولة الدوري يبقى الشعار هو الانتصار. لذلك سفيان بوفتيني اللي ارتقى وضع الكرة في الشباك، سجل رابع أهدافه. سفيان بوفتيني وضعها في مكان صعب على حارس المرمى اللي تابعها وهي تعانق شباكه. أصبحت النتيجة 1. القمة استعانت. متوقع بأن يكون مدير بعدد من المشاركات الخارجية، والكرة تعود إلى المحاولة، وصلت هذه إلى خيمينيز، تسديدة، يا سلام، يا عيني على الإمبراطور. كايو كانيدو يسجل الثاني ويتقدم الآن. فرقة الذهب تبحث فقط عن الانتصار، عن الفرحة. الوصل يصل مرة أخرى، يصل إلى شباك الزعيم بحثا عن الإنجاز، ذهاب وعودة. الانتصار في الذهاب يبحثون عن تكراره في الإياب، لذلك الآن يضغط، يسجل الثاني. كايو كانيدو هو اللي أطلقها بعد أن استخلصها من أمام هيريك، وضعها في الشباك. ضغط كبير كان من كايو، ضغط على حمل الكرة، جدية كاملة دخل بها نادي الوصل، وبهذه النتيجة يتفوق الآن على نادي العين. ثنائية لبطل الثنائية على بطل آسيا في تحدي الأبطال. الكرة الآن مسجل 6. هذه تمريرة أمامية، محاولة إلى ليما، يا عيني يا ليما، يا حبيبي يا ليما. الإمبراطور بالثلاثة. كايو كانيدو اللي لعب الكرة إلى ليما، مدير السعادة، رجل السعادة الأول في الكيان الوصلاوي في أرضية الملعب. فعلها ليما، سجل ليما، يحتفل ليما بثلاثية في شباك العين. ليما يضرب بقوة في هذه المباراة. ليما وضربة أخرى أيضا كانت مؤلمة، كانت أليمة على نادي العين. ثلاثية للإمبراطور الوصلاوي. الفهود يظهرون مرة أخرى، الفهد نعم اللي يظهر مرة أخرى. ليما مضغوط عليه، تمريرة حلوة من ليما، الكرة الخطيرة. كايو، يا سلام على رباعيات الوصل. الذكرى الأخيرة كانت 4، والوصل مع أروعة. المتعة تظهر الآن، ورباعية وصلاوية تحت أنظار جماهير الإمبراطور، يحتفلون بطريقتهم الخاصة. كايو كانيدو صاحب ال7 أهداف في هذا الموسم، البديل الناجح اليوم دفع به المدرب كأساسي في هذه الليلة، يسجل هدف رابع. رباعية وصلاوية قاسية على بطل آسيا، قاسية على العين. 4 لبطل الثنائية، وتحدي الأبطال يبتسم حتى هذه اللحظة للإمبراطور الوصلاوي بهذه الرباعية الجميلة. عالي المحاولة بالراس، خطيرة المتابعة وتسديدة، وهدف التقليص. بارك يسجل الآن هدف التقليص لمصلحة نادي العين. هدف التقليص في شوط المباراة الثاني يسجل اللاعب بارك أول أهداف اللاعب يونغو بارك، يسجل أول أهداف اللاعب الكوري الجنوبي في شباك نادي الوصل، وأول أهدافه في هذا الموسم مع نادي العين. بارك وصلت الكرة على طبق من ذهب، تابعها في الشباك بعد أسيست من كوماري، ونهاية كانت من بارك. أعاد الفارق إلى 3 وهو يلعب ب10 لاعبين، يحاول أن يعود بريمونتادا تكون تاريخية.